ازاي اخلي العميل يحبني؟ ان انت تكون صادق، لانه العميل المصري تحديدا او العميل العربي غالبا الايموشنال او العواطف عنده موجوده، فهو لو ما حسش بان انت بتتعامل معاه بجد من جواك باحترام ليه وتقدير ليه، وان انت بتقدم له الخدمه فعليا، مش هيشتغل معاك، عمره ما يحبك. ولو ما حبكش عمره ما يشتري منك. ولذلك احد دروس المبيعات اللي بندرسها للناس في المبيعات، بنقول لهم اول مرحله في التعامل مع العميل لازم يلايك يعجب بيك. اذا ما عجبش بيك مش هيشتري وما منك. تحسسلوش ان انت بتبيع له، وحسسه ان انت دارسه، وحسسه ان انت عارف. بيشبهوها ازاي يا دكتور محمد؟ العميل لو انت اتعاملت معاه على انه بنوته انت واخد منها ميعاد او واخد منها ديت، بتحضر نفسك كويس قوي، بتذاكرها كويس قوي، بتقول لها احلى ما فيها، بتبعد عن اي حاجه وحشه فيها، فالعميل بيحس ان انت مذاكره ومهتم بيه وحبه، فطبيعي هيحبك. خليني اقول لك، متفق معاكي في جزء كبير جدا من اللي قلتيه، بس هقول لك على حاجه. المصداقيه لما بتكون طالعه من جواكي، يعني انت فعلا بتعملي الشيء ده وانت حباها. هقول لك على شيء كده غريب شويه، يعني الواحد وصل له مؤخرا من التفكير في موضوع ازاي العميل فعلا يتعامل معاك. مش في ممثل بيمثل بيفشل، صح؟ صح. الممثل اللي بيعيش هو اللي بينجح. البياع اللي بيبيع ويبان انه بيبيع بيفشل. البياع اللي بيعيش التعامل مع العميل، انه بيقدم خدمه حقيقيه او بيفيد العميل بيشتري منه على طول.